أهلا بكل متابعي قناة سكر جو، يا رب تكونوا بخير وسعادة. لكل ماما ابنها في كيجي مش عاوز يذاكر، مش عاوز يمسك القلم، مش عاوز يقعد على الكتاب، وهي زعلانة قوي من الموضوع، وموضوع مؤثر عليها نفسيا وعصبيا. بصي يا حبيبتي، رفض الطفل في مرحلة الكيجي انه يذاكر دي مش مشكلة نفسية ولا تعليمية ولا أي حاجة، هي بس عاوزة صبر وحكمة وطولة بال منك انت كماما ومن الأسرة كلها. ولو في مدرسة أو مدرس هو اللي بيذاكر للولد، لازم تفهمي المدرس شوية الأمور دي، غير بعض الحالات الاستثنائية، والكلام اللي جاي ده بين قوسين. في بعض الحالات بتحتاج تقييم واستشارة متخصص استشاري، مثلا ذوي احتياجات خاصة أو صعوبات تعلم. لو المشكلة اللي عند ابنك معاها كمان تشتت في التركيز أو علامات في انخفاض الإدراك أو مشاكل مرتبطة بالمدرسة أو علامات من هذا القبيل، قفلنا القوسين. لو معاها مجموعة العلامات دي، يبقى ابنك فعلا محتاج متخصص أو استشاري في صعوبات التعلم أو استشاري في ذوي الاحتياجات الخاصة. ساعتها نقول إن دي مشكلة وعاوزين نتدخل عشان نعالجها. لكن غير كده وإنه بس رافض يمسك القلم والكتاب، لا، تعالي بقى في الفيديو ده بتاعك انتي. أنصحك بإيه؟ هنحدد وقت ثابت للطفل ده مخصص للتعليم، ونكون فترة التعليم فترة قصيرة عشان تجنب الملل، وبالتالي أول ما يحس بالملل هيجيله تشتت انتباه. طيب، وأنا بذاكر لابني أبعد عن المثيرات الكتير ومشتتات التركيز. ما ينفعش أوضة فيها ألعاب وتلفزيون صوته عالي وأخوه بيتكلم جنبه، ما ينفعش كل ده. أسلوب التعليم للنوع ده من الأطفال لازم يكون حاجة محببة وممتعة، ما تكونش حاجة مملة. يعني وانا بعلمه الحروف ما ينفعش اقول له ايه، الف ب، لا، هنجيب لوحة جميلة ملونة كبيرة ونقعد نقول له الف ب بالاغنية، او اشغل له فيديو جميل على اليوتيوب فيه الحروف والارقام والصور، ويكون معاه نغمة او دندنة او اغنية كده، يبتدي يحب الموضوع. هو هيقول معاه وهيقلده وهيبقى فرحان ان وقت المذاكرة ده وقت كله اغاني ولعب، وماما جايبة لوحة جديدة وقلم جديد شكله جميل، استيكة شكلها حلو، الكراسة عليها رسمة حلوة من الشخصيات المحببة الكرتونية بتاعته، في استيكرات جميلة للأطفال ممكن نجيبها، وكل ما يعمل حاجة صح أو مسألة صح نلزق له استيكر. لازم تكون عندك قدر كبير جدا من الصبر وطولة البال والهدوء، وتستخدمي أساليب كتير عشان تشجعي بيها الكيجي، علشان إن القسوة والشدة أحيانا في بعض الشخصيات ما بتبقاش ليها فايدة. بصي بقى كمان، المتطلب اللي انتي بتقولي له يذاكره لازم يكون متناسب مع عمره العقلي وليس عمره السني. في فرق بين العمر العقلي والعمر الزمني. يعني ابني عنده 5 سنين بس هو قدراته العقلية 7 8 سنين، ربنا يحمي. أنا ده الشخصية دي زق معاه في المنهج. طيب ابني عنده 5 سنين بس قدراته العقلية محدودة، ما بيحبش الحساب، بطيء في العربي، خطه مش قد كده، بالراحة. اللي الطفل العادي بياخده في شهر، ابني ممكن ياخده في 3 شهور، وماله، اصبر مع ابني ال3 شهور. ما اقولش اشمعنى ابني، لا، الحمد لله ان ابني بيذاكر وبيستجيب، بعد 3 شهور بعد 5 شهور مش مشكلة، المهم انه وصل واستجاب. ما تقارنيش ابنك بحد، ما تقارنيش ابنك باخواته، ما تقارنيش ابنك بأي حد. انت مميز، انت شاطر، انت مفيش منك، انت ولد رائع مش هتتكرر، انت جميل، انت رائع. كل الكلام المحفز ده بيساعد ابنك انه يتطور. كمان طول الوقت فهميه ان انت عشان تتعلم القراية والكتابة علشان تبقى ظابط، والظابط لازم يعرف الحاجات كلها ويبقى متميز عشان تبقى دكتور، والدكتور لازم يتعلم قراية وكتابة عشان يكتب لنا روشتات ويكتب لنا الدواء المناسب لحالتنا. وابتدي شجعي وطوري مهارات ابنك. وكمان قوليله قصص ممتعة
ودخلي فيها مواقف مربية. يعني قولي مثلا انت عايز تطلع ايه، انا عايزة اطلع دكتور. طب الدكتور ده مش بيعرف يكشف بالسماعة، وهاتي ادوات الدكتور وخليه يكشف بالسماعة. طب الدكتور ده بعد ما كشف عاوز يكتب لنا الروشتة، هيكتبها ازاي؟ لازم يعرف يقرا ويكتب، ويبقى خطه حلو عشان احنا نعرف نقراه، علشان لما نروح الصيدلية نعرف نقرا الدواء بتاعه. وابتدي حفزي، وابتدي قولي أمثلة وقولي كلام وكلام كتير. لو الأم في المرحلة دي ما كانش عندها طولة بال هتزهق وهتتعصب، وكده غلط. طولي بالك كل يوم. هو أنا هقول كل الكلام ده كل يوم؟ أيوة حضرتك كل يوم. مش احنا بنأكل ونشرب كل يوم؟ نفس الفكرة. التربية النفسية محتاجة تراكمات، يعني كل يوم هقول نفس الكلام بنفس الأسلوب وبتشجيع، وأسلوب مبتكر وأسلوب جديد، واخترع له فكرة جديدة. كمان فكرة الدبدوبات أو العرايس الدباديب دي، ممكن نجيب ملاية سرير ونعلقها كده كأنها مسرح، وتبتدي تقولي من وراها، تجيبي عروستين تلاتة كده وتقولي من وراها قصة، اختراع، حكاية. انت عارف النهارده وانا مثلا في السوبر ماركت، واحده ست كبيره بتقول لي اقري لي دي، انا ما عرفتش اقراها. طب وانتي ما عرفتيش تقريها ليه؟ الورقه دي ده فيها طلبات للبيت، ده مكتوب رز ولحمه وحاجات، ما انا ما بعرفش اقرا، طب هنعمل ايه؟ وابتدي اقول ادحرج افكار واخلق افكار جديده، واقول افكار عشان اشجع ابني انه يذاكر، اوجد له هدف انه يذاكر، واربط الكلام المجرد بامثله واقعيه. مشكلتهم ان هم عاوزين يعرفوا الف ب دي هتوصلني لايه، واحد اتنين او وان تو هتوصلني لايه. دورنا بقى ان احنا نقول لهم ونفهمهم ايه الهدف من ان هم يتعلموا. بقدرك بزهقك؟ لا، عشان انا هبني فيك مستقبل ممتاز، مستقبل متميز مختلف. التعليم هو الوسيلة اللي هتحقق بيها أحلامك. لكل أم انتي بطلة حقيقية. لو عجبك الفيديو لايك، شير، خلي الفايدة تعم، والفيديو يوصل لأكبر عدد من الأمهات. لو أول مرة تشوفي القناة ياريت تشرفيني بالاشتراك. اللايك السبسكرايب بيدعمني عشان نكمل المحتوى. شكرا ليكم.